بيك يا ذيب؟ شنو هالكابة؟ البنية ومنظارة رفضتك. قلت لك استعمل خطة التجاهل التكتيكي بس انت ما سمعت مني. باروق، الموضوع مو رفض، الموضوع اني صرت اب. ولك انت قد ما ربيت بحياتك؟ مش شوكت؟ وشلون؟ وليش ما عزمتني على السبوع؟ لانك كنت رح تخنق من الحماس مثل هسه. شفتهم بعيني 4 جهال فيديو كول ويصيحوا لي بابا، بس المشكلة ذاكرتي ممسوحة صفر. ولا لحظة اتذكرها، كأنه احد طفى حياتي ورجع شغلها. اسمع مني، هاي مؤامرة ماسونية. أكيد هاي البنية سايبورغ مستأجرة من أبوك حتى يزوجك ويعقلك. الحل عندي، لازم نسوي اختبار الدي ان ايه بس بطريقتي. اسمع، اختف شعره من راس واحد من الجهال وبعدين نقارنها بشواربك. شنو طريقتك؟ هاي هي الخطة العبقرية. انت غبي لو تتغابي. احنا بس نتناقش بموضوع علمي بحت. منو الغبي اللي يريد يخطف شعره؟ انتوا ما تستحون؟ قاعدين تخططون كأنكم عصابة توم وجيري؟ اسكت قبل لا افتح الجزء الثاني. يا أستاذ موديل، ليلة تعبت منك ومن سوالفك. يا إما ترجع رجال وتتذكر مسؤوليتك، يا إما تبتعد عنها وتخلينا نعيش بسلام. ترى المرة الكتاب الجاية ما ينزل على راس صاحبك، ينزل. هاي البنية هدى خوفتني، بس تدري شخصيتها قوية عجبتني. يا ربي ايش سوي بيك؟ أنا ضايع بين 4 جهال وصاحبي حب الجلاد مالتي، محتاج معجزة. ما أعرف شو نسوي. لازم نروح لمطعم أبو عبود للكباب. الكباب يساعد الذاكرة، أكيد راح تتذكر كل شيء. تنهد طويلة. إيه